ينجو من كمين الداخلية. النهارده النادي الاهلي يا جماعه بيفوز بنتيجه 2-1 على الداخليه باداء هزيل جدا، اداء وحش جدا. الاهلي بقاله فتره مستواه في الدوري وحش جدا. لعب الاتحاد كسبه 1-0 بالعافيه، لعب فاركو برضه كسبه بالعافيه، والنهارده الداخليه بيكسب بالكره بيلق كده. السوليه شاط كره خبطت في المدافع ودخلت في اخر 10 دقايق. فمستوى النادي الاهلي كده صعب جدا. الاهلي داخل على مطوشه تقيله الفتره الجايه، داخل على الزمالك، داخل على فاركو، الجيش، بيراميدز. طبعا ماتش بيراميدز والاهلي هيتحدد بنسبه كبيره اللي هيكسب الماتش ده مين بطل الدوري. بيراميدز يا جماعه مركز لياخد الدوري السنه دي، فانا شايف الدوري السنه دي صعب جدا على النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي لازم تركز كويس جدا الفتره الجايه، وان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي.